يقدر يعيش ويتعايش مع هذه المباريات، ومعاه فرناندو هيرو أسطورة ريال مدريد وأسطورة أسبانيا، مدرب مساعد معاه حاليا في ريال مدريد. تاني من جديد محاولات اللعب على المساحات، انطلاق على طول، ضربة جزاء ولا ايه؟ ضربة جزاء، نعم ضربة جزاء بعد 11 دقيقة، ضربة جزاء بعد 11 دقيقة، وانذار لرقم 12 في تركيبة الفريق. انذار، زعلان طبعا المدرب مندليبار، لكن شفنا لعيبة ريال مدريد لما دخلوا منطقة الجزاء دخلوا في مساحة. تشاريتو خافير هرنانديز اللاعب المكسيكي القادم من المان يونايتد، شوف الحركة بتاعته، في عمق دفاعي موجود، فبالتالي ما فيش تسلل. هنا هل اللعبة كان على الكورة ولا ايه؟ واضح ان في عرقلة، واضح ان في عرقلة، واللي لعب الكرة الاول تشاريتو مش المدافع، ولكن في النهاية كريستيانو رونالدو، وضربة جزاء، ضربة جزاء. عنده 13 هدف في 6 مباريات، بيتساوى مع كوبالا وباهينو، اساطير ريال مدريد، واساطير تفوق ايضا على زارا ودي ستيفانو من قبل في عدد الاهداف. تاني من جديد رونالدو يسجل، نعم يسجل كريستيانو رونالدو اول اهداف اللقاء، وهدفه رقم 14 في مباراته رقم 7. اي ارقام تحطمها يا رجل، اي ارقام! لو سجل اليوم الهدف رقم 15 سيكون اول لاعب في تاريخ الليجا يسجل كل هذا الكم من الاهداف في عدد 8 مباريات، في عدد 7 مباريات او بعد 8 مباريات، ولكنه تحديدا لعب 7 مباريات فقط. من هنا كانت ضربة الجزاء، وهنا كان رونالدو في التصديق على هدفه رقم 14، يصدق النجم الكبير على اول اهداف اللقاء، ويقص شريط الافتتاح ويرفع رصيده الى 14 هدف و26 هدف لمصلحة